أتقدم بالشكر إلى الرئيس تبون على دعوته الكريمة، حيث أجريت معه محادثات مطولة بحضور زميلي وزير الشؤون الخارجية، والذي عقدت معه اجتماعا مهما هذا الصباح. قد حرصت على تلبية هذه الدعوة في أقصر الآجال، أي بعد أقل من أسبوع من الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين ماكرون وتبون وبيانهما المشترك. عرفنا في الأشهر الأخيرة فترة من التوترات غير المسبوقة، وهي لا تخدم مصالح الجزائريين ولا مصالح الفرنسيين. نعم، لدينا اختلافات ولا يمكننا إنكارها، لكن الروابط الإنسانية والتاريخية والثقافية التي تجمعنا. أفكر بشكل خاص في العديد من العائلات الفرنكو جزائرية التي تتقاسم حياتها بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وها هو ما يجب أن يقودنا إلى استئناف الحوار وإعادة بناء التعاون. يجب أن ترقى علاقاتنا المؤسساتية إلى مستوى العلاقات الإنسانية التي تربط بلدينا. جئت إلى الجزائر حاملا رسالة من رئيس الجمهورية الفرنسية. فرنسا ترغب في طي صفحة التوترات الراهنة لإعادة بناء شراكة قائمة على الندية والهدوء والثقة المتبادلة مع الجزائر، كما نرغب في استعادة مسارات التعاون مع الجزائر بما يخدم المصلحة المشتركة وتحقيق نتائج ملموسة وفعالة لصالح مواطنينا. مع الرئيس تبون والوزير عطاف وضعنا فوق الطاولة وبصراحة جميع المواضيع التي شغلتنا خلال الأشهر الماضية من أجل تفعيل المبادئ التي وضعها الرئيسان خلال مكالمتهما يوم 31 مارس، واستعادة الديناميكية والطموح اللذين حددهما رئيسا البلدين في إعلان الجزائري لسنة 2022. لقد قررنا العمل بجدية وهدوء ونجاعة، وابتداء من اليوم سنعيد تفعيل جميع آليات التعاون في كافة القطاعات. نعود إلى الوضع الطبيعي، وكما قال الرئيس تبون: الستار يرفع. الستار يرفع أولا عن تعاوننا في المجال الأمني. ستستأنف الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين كبار مسؤولي الأمن في بلدينا إلى جانب حوار استراتيجي حول منطقة الساحل. وفي مجال التعاون القضائي أكدت للرئيس تبون الزيارة القادمة لحافظ الأختام الفرنسي، والتي ستترافق مع استئناف الحوار القضائي بين بلدينا. هناك تحديات كثيرة للتعاون، منها الإنابات القضائية والملف الحساس المتعلق بالأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وقد تطرقت إلى هذه القضايا، ولكن وزير العدل سيقوم بتفصيلها لاحقا، لا سيما دعوة النيابة الوطنية المالية الفرنسية لنظرائها الجزائريين المختصين لزيارة باريس ومناقشة جميع الملفات ذات الصلة. أما في مجال التنقل فقد اتفق الرئيسان على استئناف التعاون في مجال الهجرة دون تأخير، وهو ما أكده لي الرئيس تبون. وفي التفاصيل: الترحيل، التأشيرات، هذه المسائل ستعالج في إطار الاتفاقيات الموجودة من خلال إجراءات قنصلية طبيعية وسلسة. قد أعرب الرئيس تبون عن موافقته في تنظيم لقاء قريب بين القناصل الجزائريين في فرنسا والمحافظين الفرنسيين، وسنعمل على تنفيذ هذا اللقاء بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. كما اتفقنا على العمل على محتوى الاتفاقيات التي تنظم علاقاتنا في مجال التنقل والهجرة، وعلى تحديد التعديلات اللازمة لجعلها أكثر فعالية. أما بخصوص الشأن الاقتصادي، كانت لي الفرصة للتذكير بالصعوبات التي ظهرت في الأشهر الأخيرة بشأن تطوير مبادلاتنا، لا سيما في مجال الصناعات الغذائية، السيارات والنقل البحري. وقد أكد لي الرئيس تبون عزمه على إعطاء دفعة جديدة لهذا التعاون. وسيلتقي رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية ميداف بنظيره الجزائري من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الكريا يوم 9 مايو المقبل.
وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية الجزائرية كوميفا قبل الصيف لمعالجة كافة هذه المواضيع. وفيما يخص الذاكرة، فقد استؤنفت الاتصالات بين المؤرخين الفرنسيين والجزائريين في إطار اللجنة المختلطة، وقد تأكدت من ذلك شخصيا. وقد أكد لي الرئيس تبون أن المؤرخ بنجامين ستورا مدعو لزيارة الجزائر لمواصلة العمل على استرجاع الممتلكات الثقافية، وسيتابع هذا الملف على مستواي ومستوى نظيري الجزائري. نسجل رسميا استئناف الحوار بين الدبلوماسيتي بلدينا، وسيلتقي الأمينان العامان لوزارتي خارجيتنا في الأيام القليلة المقبلة. وأود في الأخير أن أخص مواطننا بوعلام صنصال بكلمة وأضم صوتي إلى صوت الرئيس ماكرون في مناشدته للرئيس تبون للقيام بلفتة إنسانية بالنظر إلى سنه وحالته الصحية. خلاصة هذه الزيارة هي تجسيد الإرادة المشتركة لرفع الستار والدخول في مرحلة جديدة من العلاقة بين فرنسا والجزائر، علاقة تقوم على الندية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا. هذا هو الهدف من زيارة اليوم.